مساء الخير عليكم. النهاردة هنعمل ورقة اللحمة بطريقة بسيطة وسهلة بتاعت زمان. يعني مش هتاخد منك وقت، مش هتاخد منك مجهود. بأي خضار عندك، أي خضار موجودة عندك تقدري تستخدميه. أنا كان عندي كوسة، كان عندي طماطم، كان عندي فلفل، كان عندي بصل، بسلة وجزر. أي خضار بيتك بيحبه أو ولادك بيحبوه تقدري تعمليه. الوصفة دي سهلة لانها مش بتاخد وقت خالص على النار. اغلبية السوا بتكون في الفرن. احنا بنستخدم فيه ورق الزبدة، وبنستخدم فيه ورق الفويل. اما كمية التسوية في الفرن فدي ترجع لك انتي. لو بتحبي اللحمة دايبة جدا سيبيها اكتر من ساعة على نار متوسطة في الرف الاوسط، بطريقه هتلاقيها سهله وزبده، وتعملي الرز اللي انت عايزاه. انا في الاخر عملت رز، هتشوفوا طريقته. نبتدي سوا. معلقتين زبده حلوين كده، وبعد كده انا جايبه نص كيلو لحمه، اللحمه اللي انت عايزاها، موزه تمشي، اي نوع لحمه. بعلي النار جامد واحط اللحمه بتاعتي تاخد صدمه وتغير لون، اقلبها زي ما انتم شايفين كده، اللون برضو ده فاتح. هنحطها تاني على النار، على نار عالية، عشان لو حطيتي نار واطية هينزل العصارة بتاعت اللحمة وكده مش هيتحمر، هتبتدي تدخل في سوا. احنا عايزينها تتحمر تاخد لون. فهنبتدي نقلبها، نرجع نحطها تاني على النار ولغاية ايوه زي ما انتم شايفين كده. دي التقليبة التانية، برضو هرجعها تاني على النار عشان انا ما وصلتش للون الاحمر كأنك محمراها. اول ما هبتدي اوصل لدرجة اللون دوت، انا ببتدي زي ما انتم شايفين كده، بروح حاطه ورقتين لورا، واحط واحده مستكه وحبهان، وبروح مقلباهم على النار بيهم، بس الفيديو ما بانش. حط الملح بتاعي، نص معلقه ملح لغايه ما ادوق الطعم، بعد كده نص معلقه فلفل اسود، ونص معلقه بهارات، كل دي معلقه صغيره. دي التوابل الوحيده اللي احنا بنحطها، مش بكتر التوابل يعني. بعدين افضل اقلبهم. انا بحط بس ده مكون جديد، صويا صوص، معلقه صغيره، تدي طعم وتخلي اللحم فيها مزازه كده حلوه. نص كوبايه ميه، معلش ما بانش الورق اللورا ولا التوابل التانية، فده انا قلتها لكم. وبعد كده بغطيها تاخد غلوتين على النار. ليه؟ لان تمتزج مع بعض. انا كان عندي بسله، وادي الجزر بالجزر، وادي البطاطس الموجوده عندي، وادي الكوسه، قطعتهم كلهم، وبصلايه صغيره متقطعه، كله اتشوح مع اللحمه على النار، خدوا غلوه. وبعد كده جبت الصينيه بتاعتي، حطيت ورق فويل، واحده بالطول واحده بالعرض زي الزائد كده، وبعد كده ورق الزبده برضو عليهم، ونزلت كل الخضار واللحمه. وحتى لو في صوص متبقي لا سيبه، احطه، ما تخافيش مش هيقطع الورق ولا حاجه. وحطيت طماطمتين كده للوش، وبعد كده بقفل كويس قوي قوي بالورق الزبده. زي ما انتم شايفين جبت ورق زبده زياده. المهم ان بورق الزبده يكون مكمور، وفويل من عليه اقفل. حسيتي الفويل قليل اقطع حته فويل تاني، وزي ما انتوا شفتوا كده، واظبطها كويس واقفلها عشان هي تستوي على البخار، واحطها في الفرن. انا دي سبتها ساعه ونص عشان انا بحب الحاجه دايبه شويه. بصوا، اول ما هتتفتح هتشوفوا يعني البخار. انا صدقوني ما كنتش قادره امسك اللحمه ولا الخضار. خضار دايب مش مهري، خضار دايب، في فرق، لان انت سايباه زي ما هو. بصوا هتشوفوا دلوقتي انا بمسك البطاطس ناعمه في ايديا، دايبه. تقدري تقدميه في غدا حلو جدا، جنبيه رز، جنبيه مكرونه. انا حاطه معاه بصوا البطاطس دايبه ازاي في الايدين، دايبه جدا. اللحمه انا مش قادره امسكها، دايبه ازاي. انا بحاول افصصها بالشوكه مش عارفه، بس عشان اوريكم انها طريه ودايبه جدا. بعد كده انا عملت جنبيها رز بالكاري، وكان بقيه البسله متحمره حطيتها عليه. شايفين الالوان وجمالها. جبت بصلايه، حطيت البسله والجزر عليهم وملح وفلفل وحبه ميه، وسبتهم يستووا، نشفوا، سبتهم على جنب، حته ماجي صغير. بعد كده عملت الرز بالكاري بالبصل. انا هسيب لكم المكونات موجوده تحت. وحطيت صويا صوص صغيره. ادي الرز بجماله اتفرش كده بخضار